بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما زلنا برضو في الياسمين. بصوا يا جماعه، لما نيجي لها تتدهور بالطريقه دي، لما نيجي لها تتدهور عندي بالطريقه اللي انت شايفها دي، خلاص الاسباب كالاتي. الاسباب كالاتي: الظل، واحنا هنا نستبعد الظل لان المكان مكشوف اهو. تمام. خلاص تمام. طيب دي رقم واحد. طيب رقم اتنين اللي يعمل كده قله التغذيه. طيب رقم ثلاثة الميه، قله الميه. الاخطر من كل ده الدوده بتاعت النجيله، تبقى سبب رئيسي واساسي في ان النجيله تتدهور بالطريقه دي. تمام. يبقى لما بنيجي نشخص حاجه او بنشوف مشكله، المشكله احيانا بتبقى اسباب متعدده او سبب منفرد، يعني ممكن يبقى سبب واحد او اسباب متعدده. تمام. اسباب متعدده لازم نفحص كل الاسباب دي، نشوف انت في هنا شمس بتيجي للنجيله ولا لا. هتقول لي اه والله الشمس بتيجي كويس، يبقى نستبعد السبب الخاص بالشمس. تمام. طيب الميه، نراجع الميه، نراجع الرشاشات كويس، خلاص استبعدنا السبب الخاص بالايه، بالرشاشات. تمام. جميل. طيب التغذيه، هتقول والله انا بغذي. دايما المشكله المرضيه في الكائن الحي سواء انسان او نبات او حيوان بتبقى احيانا ليها سبب منفرد او اسباب متعدده، او اسباب متعدده نفحصها واحده واحده لغايه ما نوجد السبب. ماشي. تمام. تمام. وكل الاسباب اللي ذكرناها هي اللي بتؤدي الى ان النجيله تبقى بالشكل اللي انت شايفه ده.